6 فيفري 2013 تونس كاملة واقفة. راجل خرج من الدار صباح باش يمشي يخدم على روحه، يا اخي مرجعش للمرتو ولا صغارو. 4 رصاصات خليو تونس كلها في صدمة كبيرة. اليوم باش نحكي لكم القصة كاملة بالوثائق والاحكام من البداية للنهاية. أنا في حاجة للأمن والاستقرار الهدوء، هذا هو علاش اختار. علاش قلنا انها ما هياش مجرد عملية مربوطة هكا بمجموعة صغيرة، لا. السلام ومرحبا بكم. اليوم رجعنا باش نحكيو على واحدة من أوجع القضايا في تاريخ تونس، اغتيال شكري بالعيد. القصة هذه مشيت في 12 عام كاملة بين محاكمة وتحقيقات واتهامات والتأجيلات بطبيعة، وتوا بعد الوقت الكل هذايا عنا أحكام نهائية. تحب نعرفك على القصة كيفاش صارت وشكون تورط فيها وشنية قالت المحكمة بالضبط. السؤال المركزي لهنا هو شكون اللي قتل شكري بالعيد. توا إن شاء الله باش نفهموها مع بعضنا خطوة بخطوة كما عودتكم ديما بالمعلومات صحيحة بطبيعة ومن غير حتى مبالغة ومن غير حتى تحيز، نحكيوها كيف ما وردت في الأحكام القضائية. شكري بالعيد ماهوش رجل عادي، كان محامي وسياسي يساري وامين عام للحزب الوطني الديمقراطي الموحد، ومن الوجوه البارزه في تاسيس الجبهه الشعبيه، ومن شبابه كان ناشط طلبي، وكان هو زاده من المعارضين الكبار لنظام بن علي قبل الثوره، وبعد الثوره بقى معارض قوي زاد، اما المره هذه للحكومه الجديده. كان معروف بجرأته في الكلام وما كانش يحب يسمي الاشياء بمسمياتها. اخر ظهور تلفزيوني ليه كان في قناه نسمه، وفيه انتقد بشده تصاعد العنف السياسي في البلاد، واتهم اطراف من المشهد السياسي انهم يتغذوا على العنف اللي كانت تمارسه مجموعه متشدده حسب كلامه ضد الناشطين اليساريين والعلمانيين. الكلمه هذه بعد ساعات قليله كانت اخر كلمه يقولها شكري بالعيد. بلاد الان في حاجه للامن والاستقرار الهدوء، هذا هو علاش اختار. علاش قلنا انها ما هياش مجرد عمليه مربوطه هكا بمجموعه صغيره، لا. تخطيط مركزي في ولايات مختلفه تجاه قوى مختلفه، لما يصبحوا مجموعه اجراميه تمارس الاغتيال السياسي واجمعوا التوانسه الكل على ذلك، بما فيهم السيد لاج الغنوشي في المده الاولانيه، وحب يمشي يعزي غير الاهالي رفضوه. من بعد يصبحوا هذم مظلومين، حاسه لطفي نقل هذا اي تولي فضيحه. يعني هذايا ضوء اخضر رسمي للاعتداء. ونحن مشكلتنا هو التونسي والزوالي، مش اجا خذ بايتك وقلي راونا ما نتعاملوش مع تونس كعكه نقسموها. تونس ماهيش كعكه بالكل. تخيل معايا الوضع، تونس بعد الثورة بعامين بركة، بلاد تحكمها ترويكا، تحالف بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل. المرحلة هذه كانت مليانة برشا توتر، خلافات على الدستور وصعوبات أصلا اقتصادية، وفي نفس الوقت طلعوا مجموعات متشدة دينيا على الواجهة، وعلى رأسهم تنظيم أنصار الشريعة اللي كانوا يمارسوا في الضغط والعنف في الشارع، خصوصا ضد الفنانين والناشطين والسياسيين واليساريين. في الجو هذا الداخل بعضه على الآخر جاء اغتيال شكري بالعيد كالصاعقة، وموقفتش الحكاية هوني. وبعدها بخمسة 6 شهور في جويليا 2013 تل سياسي يساري اخر محمد البراهمي. كان تحبونا نعملوا عليه زاد هو فيديو كما الفيديو هذا، اهبطوا تو خلينا في كومنتير. وقتها وزير الداخلية صرح انه نفس السلاح اللي تقتل به بالعيد نفسه هو اللي تقتل به البراهمي، والبلاد وقتها دخلت في حالة انقسام كبيرة، والشارع التونسي طلع يحتج بكثافة. تو نجيو للتفاصيل بالوثائق. الصباح شكري بالعيد خرج من داره في حي المنزه السادس في تونس العاصمة باش يمشي لخدمته كيف العادة والعوايد، ما فما حتى شي جديد. وهو خارج جاو زوز رجال على دراجة نارية قولوا نحنا موتور، وضربوه ب4 رصاصات من عيار مسدس 9 ملم، رصاصة في الراس ورصاصات في الرقبة والزدر. توفى على عائل المكان والخبر انتشر في دقايق. تونس بيدها الكل وقفت، احتجاجات في كل بلاصة واضطرابات عامة. هزوم مسكينة. هذاك هو شكلي بعيد هذاك. صورها. لا فات عليه فوق ساكنة مرته مشيت كيما أبوها. هزوم مسكينة. هذاك هو شكلي بعيد هذاك. صورها. لا
فات عليه. وحتى رئيس الحكومة وقتها حمدي الجبالي أعلن بحل الحكومة وتكوين حكومة واحدة وطنية، قرار ما قبله حتى حزب وفي الآخر استقى. شنو باش تحس انت وقتها كان جيت تونسي وعشت أصلا الحكاية هذيك؟ أكيد راك تخمم وين كنت نهارت اللي سمعت الأخبار. وبعدين جاء شكري حل الباب التاليني، حل الباب التاليني حط محفظته. وانا ديجا خدمت السيارة نتاعي، حل الباب بحذايا بجنبي، ديما يركب بجنبي، يحبش يركب التالي خلاص. حل طلع وقال صباح الخير يا رفيقي، قلت له صباح الخير يا رفيقي. ديجا حاط البريمير ودارت العجلات ممكن متر ومتر ونص. فجأة على الجانب الأيمن اللي أنا وين قاعد شكري طلقات نارية متسارعة. أنا حتى العسكر ما خدمتوش، تفجعت، خبيت راسي كيف فهمتني، ما عادش نتحكم في الليبيدال، تبلوكت الكهرباء سكتت. بعد ما وفاو طلقات بعدين اتضح لهم 5 كرتوشات. هزيت راسي هيك شويه نشوف في خيالي يجري التالي، حليت الباب وجريت في جرته فهمتني. وعرضني على اساس العماره، حارس العماره خرج هو من العماره ولا يجري معايا في اتجاه الوضيع هذا المجرم. والكرتوش السادس ضرب علي انا والعساس وقت قبل ما يعدي البارير نتاع الشجر اللي على العماره من تالي. في آخر مداخلة ليه شكري بالعيد وجه انتقادات قاسية لحركة النهضة واتهمها بالتساهل مع العنف اللي كانت تمارس فيه المجموعات المتشد، وحركة النهضة من جهتها هي الأخرى انفاتنا في قاطع أي علاقة لها بالاغتيال، باز باش تنفي يعني مش باش تقول لك أنا جيت اغتلت، في الآخر هي باز باش تطلع كذب الأخبار، وقالت إنها هي في الآخر ضحية لمحاولة زرع الفتنة. تخيلوا انتوما النهضة ضحية، ولهنا صاحبي لازمنا نكونوا فاهمين إنه الاتهام والنفي حاجة والحكم القضائي حاجة أخرى، وهذا بالضبط اللي باش نشوفوه تو. المسار القضائي من 2013 ل 2025 وهو يبحث في القضايا. هوني المعلومات المهمة، تحقيقات ظهرت انها صعيبة برشا والمسار تعطل برشا مرات، وكان في اتهامات بالتستر واخفاء وثائق وملفات وبتبيع عن طرف مسؤولين وقضائيين وامنيين. مارس 2024 بعد اكثر من 10 سنين صدر الحكم الابتدائي. المحكمة حكمت على 23 متهم بعقوبات تتراوح بين سنين حبس واعدام، 4 متهمين حكموا عليهم بالاعدام وزوز اخرين بالسجن مدى الحياة، و5 متهمين قالوا برئهم في اكتوبر 2025 بعد الاستئناف اصدار الحكم النهائي. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف في تونس. الحكم الكل يضم 24 متهم بعقوبات من 4 سنين سجن للمؤبد وزوز احكام بالاعدام. اغلب المدنيين ينتميوا او عندهم علاقة ولا ارتباط تنظيم انصار الشريعة بتبيعها المحظورة. المهم بركة تونس وحتى هي تحكم في الاخر بالاعدام، ما نفذت حتى حكم اعدام من 1990. عادة الاحكام هذه في الاخر تتحول للحبس مدى الحياة. كان فما ناس زاد حكم عليهم مرتبطة الاحكام نتاعهم بعرقلة التحقيق، يعني ناس متهمين مش بالقتل في حد ذاته، اما متهمين انهم خباوا الوثائق والحقائق. ومن بين هذوما بشير العكلمي واللي هو وكيل جمهورية سابق، وحبيب اللوز قلق قيادي في حركة النهضة. هذوما الزوز تحاكموا في قضايا منفصلة تخص التستر والاخلالات الاجرائية والحكم عليهم تزاد في الاستئناف، وحتى هذوكم الملفات بقاو يتبعوا فيهم لحد 2026. توا باش نفهموا التصويرة ككل من غير تهويل ومن غير حتى تبسيط زايد. المتهمين الرئيسيين في عملية الاغتيال نفسها ينتميوا في حد ذاتهم لأنصار الشريعة الإرهابية. أما أنا نعرف وأنت تعرف اللي فما أشخاص من داخل الدولة من بيناتهم قضاة اتهموا بالتستر وإخفاء الحقائق. قيادي من حركة النهضة اللي حكينا عليه من قبيلك حبيب اللوز. حركة النهضة كحزب في الأخر اللي برشا من التوانسة يربطوها اللي هي وراء اغتيال شكري بالعيد. المحكمة في الأخر تتش النهضة كتنظيم في الاغتيال. القضية تتسمى قاعدة مفتوحة بالنسبة للناس هذوما وشنو يدافع وراء اغتيال شكري بالعيد، وأصلا شكون اللي حرضهم. خاطر ناس كيف هكايا انا نعرف انتم تعرفوا اللي هما باز وراهم شكون، ما يتصرفوش وحدهم. هذاك علاش كيف ما قلت لكم الاول برشا توانسه يقولوا اللي حركه النهضه ورا الحكايه هذه الكل، اما النهضه خرجت وفات الاخبار. الحاجه اللي نجم نقولها لك انا واللي تقعد سؤال كبير برشا، علاش قبل الثوره في وقت حكم بن علي كناش نسمعوا بالارهاب جمله في تونس، اما من بعد الثوره والنهضه بريسك شدت البلاد دينا نشوفوا في العمليات الارهابيه اللي صارت في تونس، منها عمليه الاغتيال لشكري بالعيد ومحمد البراهمي، ومنها عمليات الارهابيه
في بن قردين وفي سوسه وفي باردو وفي برشا بلايص اخرين. هذا اللي يقعد في الاخر سؤال كبير برشا نجموا نطرحوه، والحاكم في الاخر اللي يحكم فرق بين ثلاثه حاجات: التنفيذ على انصار الشريعه، العرقله على افراد من الدوله واطراف سياسيه، والتحريض المباشر اللي المحكمه في الاخر ما لقاتش اداه كفايه باش نجم تربطه بحركه النهضه. في الاخر ما نجم نقولوا كان علاش القضيه لليوم مازالت مفتوحه بالرغم الاحكام النهائيه جات والجدل موقفش. عائله شكري بالعيد ومحاميوه مازالوا يطالب بمعرفه شكون ورا الحكايه والراس الكبير اللي ورا التخطيط الكل مش كان المنفذين. القضيه هذه اثرت ومازالت تاثر في المشهد السياسي التونسي اليوم، وصارت رمز للانقسامات بين التيار العلماني اليساري والتيار الاسلامي، صارت جزء من ذكريات الجمعيات للتوانسه كواحده من اوجه اللحظات العشريه السوداء. تو خلينا نسمع رايك انت يا صاحبي المشاهد في تعليق اللوط. نو رايك زعما في الاحكام الصادره؟ تحس انها عادله ولا مازالت ناقصه حاجات؟ وحسب رايك انت زعما شكون ورا فكره اغتيال شكري بالعيد؟ وراني انا بريسك نعرف التوانسه الكل ايش باش تكتب في الكومنتات. اذا عجبك محتوانا وعجبك الفيديو ما تنساش باش تخلينا اللايك وتشترك في القناه. مع السلامه.